عارف لما تختار صاحبك أو شريك حياتك أو حتى زميلك في الشغل عشان يشبهك، مش أنت بتحس بالراحة لأنه فاهمك من غير كلام؟ وأحيانا ده بيكون ميزة كبيرة جدا وبتكون محظوظ، لكن الحقيقة مش كل الوقت بتكون كده. الراحة دي بتقفلك في دايرة صغيرة جدا، وكل ما تقعد فيها أكتر كل ما تزهق وتمل وتحس إنك محبوس في قالب واحد وطهقت خلاص. طب الحل إنك بتتبنى حاجة اسمها الدايفرستي، اللي هي مبدأ التنوع. يعني إيه؟ يعني ما تختارش حد يكون نسخة طبق الأصل منك، يكون شبهك قوي، إنما تختار حد يكملك. يعني لو أنت عصبي يكون هو هادي يوزنك. طب لو انت نشيط بزيادة ومهيبر حبتين، اختار حد منظم يوجه حماسك. طب في الشغل لو فريق العمل كله عنده نفس الافكار والمهارات، هتفضلوا مكانكم. طب لو نضيف حد جديد برؤية مختلفة، هتشوفوا حلول وفرص يمكن ما كنتوش تحلموا بيها. في العلاقات كمان ما تختاريش شريك شبهك في كل حاجة، اختاريه حرفيا يكون النص التاني بتاعك، اللي يكمل عيوبك، يستوعبك، يطور منك، يقويكي في ضعفك، ويشجعك ويرفع معنوياتك لما طاقتك تخلص. هيفرق كتير في حياتك اللي جاية. بس كده.